اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معلش انا اتاخرت عليكم في في الفيديوهات المره اللي فاتت، بس كان عندي سبب حلو قوي هقول لكم عليه. والدي ووالدتي جم من الحج. عقبالكم كده كلكم ان شاء الله لما تروحوا تحجوا وتعملوا عمره وتعملوا كل اللي نفسكم فيه يا بنات. النهارده هنعمل مع بعض اكله سريعه كده للولاد عشان انا لسه جايه امبارح. هنعمل مع بعض ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض النهارده صينيه بطاطس بالفراخ، وهنعمل لهم رز بالشعريه وصينيه بطاطس. يعني حاجه كده احنا كنا عاملينها قبل كده مع بعض، بس هي دي الاكله السريعه اللي هتنجزني دلوقتي. ماشي يا حبايبي. معايا هنا طبعا الفراخ على عدد الاسره عندك زي ما انت عايزه. انا هنا مجهزه حاجتي. معايا هنا البطاطس اهي يا حبايبي، انا مقطعاها ومظبطاها وحاطه البصلتين عليها. وادي الفراخ بتاعتي اهي يا بنات، غسلاها ونقعاها وهصفيها تاني معاكم دلوقتي وننقعها مع بعض. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هفرم البصلتين دول. طب انت هتعملي ايه بالبصلتين دول؟ هاخد الميه بتاعتهم والتفل بتاع البصل هعمل بيه صينيه البطاطس. طب الميه هتعملي بيها ايه؟ هنتبل بيها الفراخ. بدل ما هنتبل الفراخ ببصل وطماطم وفلفل زي ما متعودين كل مره، لا هنعمل لها تتبيله خفيفه كده وهتبقى سريعه ان شاء الله عليا وعليكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، معايا هنا نص ليمونه دي عشان احطها في التتبيله، والبصلتين دول هحطهم في الكبه. ماشي زي ما مع بعض كده اهوت اهو. عقبالكم يا بنات، عقبالكم كده وعقبال كل اي حد بيتمناها لنفسه او لوالده او لوالدته انه يروحوا يحجوا او يروحوا يعملوا عمره. ربنا يا رب يتقبلها منكم دعوه يا رب. ادو يا بنات انا فرمت اهو البصل. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد منه الميه، هصفي منه يا بنات الميه. نضرب عصفورين بحجر. هناخد الميه نعمل بيها نتبل بيها الفراخ. ايه حطيتها ازاي؟ مش مشكله، هعصر الميه هنا في قلب الكب. والتفل هنعمل بيه صينيه البطاطس. بصوا اهو البصل الاحمر ده بيبقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بيبقى فيه ميه كتير عن البصل الابيض. خدنا الميه اهي يا بنات. هنتبلها بقى كده مع بعض وهنتبل بيها الفراخ. وادي البصل اهو بتاعنا هنبهره برده وهنحطه على ايه؟ على البطاطس بتاعتنا. يا بنات انا غسلت اهوت الفراخ بتاعتي. ماشي. انا هنا معايا هنا ميه الميه. هنحط عليها ايه بقى؟ هنحط عليها نص ليمونه. اول حاجه نحط بصل بودر، كزبره. ماشي معلش انا بتلخبط يا بنات، معلش استحملوا. كزبره، نحط فلفل اسود، نحط بهارات فراخ. ماشي. نحط هنا فلفل اسود اهو. ماشي. هنحط بهارات فراخ. لو عندك توم باودر وبصل باودر حط، ما عندكيش مش اساسيه ما تحطيش. انت حاطه بصل. ماشي. حاطه بصل فريش. ده البصل البودر اللي احنا عاملينه مع بعض. هاخد منه نص معلقه اهو. خلاص ماشي. ده بيدي تست زياده في التتبيله، انما مش شرط لو مش عندك. هنحط هنا ده توم باودر، هاخد منه ايه حبه كده صغننين كده على طرف المعلقه. برضو لو مش من عندك مش مشكله، مفهوم عادي. ما تحيريش نفسك. حطي كزبره وفلفل اسود وملح والليمون ومعلقتين الخل وهيبقى معاكي زي الفل. هنحط معلش يا بنات هنحط هنا شويه خل اهو. نيجي معلقتين كده اهو. هنحط الملح بتاعنا
في هنا معلقه ناخد بيها، هنحط ملح كده وهندوق وهنشوف. احتاجت ملح ماشي نحط لها، ما احتاجتش خلاص. ماشي اهو. ناقص هنا معانا ايه بقى؟ الليمون. الليمون بتاعنا اللي ايه يا بنات اللي ناقص معايا اهي ليمونه، هاخد منها نصها. انا عندي ليمون بتاعي اللي دوت مليان ميه، مليان ميه، يبقى انا هستكفى بس بنص ليمونه اهو. ماشي اهو. لو ليمونتك ما فيهاش ميه حطي الليمونه بحالها. اتفقنا؟ التتبيله سهله وبسيطه جدا وحلوه، ولا هتلاقي مثلا تفري بصل على الفراخ ولا النظام ده. ندوق بقى التتبيله بتاعتنا تحفه، طعمها حلو. اي ميه بقى في الفراخ صفيها، اي ميه في الفراخ بتاعتك صفيها. ماشي اهو. احنا متفقين لما يكون في فراخ لازم الفراخ معانا بتاعتنا دي نكون مثلا بنتبلها، لازم يبقى معانا سكينه رفيعه. ليه بقى؟ عشان بنقعد ننغص بيها الفراخ بتاعتنا. ماشي حبايبي اهو. ادي الفراخ بتاعتي اهي نضيفه زي الفل وزي القشطه. بصوا اهي بفضل انغص بيها كده عشان تشرب التتبيله بتاعتي وتبقى طعمها حلو. هي التتبيله اللهم بارك تحفه، طعمها حلو جدا. وارجع واقولك لو انت ما عندكيش بصل بودر وثوم بودر، حطي يا قلبي بهارات الفراخ مع الفلفل الاسود والكزبره الناشفه. ماشي، والليمون والخل، هتبقى زي الفل وطعمها احلى كمان من اللي انا عاملاها. ربنا يا رب يحسن يا رب ما بين ايديكم، وهي جميله. لو وصلتي بقى معايا لحد كده ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، ويسعدني ويشرفني وجودك في القناه يا حبيبه قلبي. متنسوش يا بنات تفعيل الجرس عشان ان شاء الله اي حاجه ننزلها جديده توصل لكم وتستفادوا منها يا حبايبي. احنا كلنا بنستفاد من بعض، كلنا معلش بناخد يعني ايه افكار من بعض نعملها. ماشي معانا هنا بقى ايه اهي التتبيله السايله اللي احنا عاملينها، ننزل بيها كده كلها كده اهو على الفراخ. طبعا انت لو عندك وقت يا سلام، لو قعدتيها من بالليل بقى في قلب التتبيله دي تبقى تحفه 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 تحفه. تتشرب كده من التتبيله اللي احنا عاملينها دي، اهي ميه البصل، وتدخلي بقى كده التتبيله كده جوه الفراخ. بصي تعملي لها زي مساج. اهوت تحفه تحفه تحفه. هنركن بقى الفراخ المتبله الحلوه دي على جنب. هشطف ايديا وارجع لك. بصي بقى يا امراضي، انا عندي هنا بايركس. ماشي، انت عايزه تعملي في صينيه المونيا ماشي هتبقى جميله وحلوه، عايزه تعمليها في بايركس زي كده برضو حلوه. ماشي، عندي هنا البطاطس بتاعتي اهيت هصفيها من الميه. طبعا احنا بنحط عليها ميه عشان ما تسودش. ماشي، لو انت عامله بتجهزي حاجتك حطي على البطاطس ميه عشان البطاطس بتاعتك يا قلبي ما تسودش منك. ماشي، نحط بقى البطاطس كده بتاعتنا الحلوه دي اهي، الكميه اللي انت شايفاها مناسبه ليكي ولبيتك خليها اهي اهو يا حبيبتي. حط عليها بقى ايه البصلايه دي، هنبهرها بايه بقى؟ نركن بقى البطاطس كده على جنب اهو. نيجي هنا نحط عليها فص من المرقه اهو، لو مش حابه تحطيها ما تحطهاش. ماشي، هنحط فلفل اسود ماشي، هنحط بهارات فراخ دي برضه هتدي تست لصينيه الفراخ. لو انت مش لو انت يا قلبي مش عاملاها بفراخ وحطيتي عليها بهارات الفراخ يا سلام بتدي تست جامد قوي. ماشي، هنحط شويه طبعا الملح بتاعنا ده نحطه بحذر
ليه بقى؟ لان احنا هنا حاطين ايه؟ بهارات فراخ. ماشي، يبقى نحط شعره بسيطه جدا من الملح اهو. بصي حاجه كده ما تسخرش من الملح، عشان احنا حطينا ايه هنا؟ حطينا هنا بهارات، حطينا مرقه دجاج، ومرقه الدجاج بتاعتنا نملحها. ماشي اهو. نعمل كده اهو، كده كله في قلب بعضه كده، بهرناها. نجيب كده البصل، نجيب كده البايركس بتاعنا، ونحط عليه البصلايه المتبهره اهو، ونوزعها كده بقى في الايه، نقلبها كده فين؟ في البطاطس بتاعتي اهي. حابه تحطي قرن فلفل حامي حطي، حابه تحطي قرن فلفل اللهم صل على النبي رومي قطعيه مكعبات صغيره وحطي، بيدي تست حلو. هنعمل ايه هنا بقى؟ عندي هنا اهو اللهم صل على النبي قوطه الطماطم بتاعتي هنا اهيت حطيتها، ولسه هحط تاني. ماشي، هنحط لسه قوطه تاني. هذا يا بنات انا زودت للامانه بطاطس. بصوا هحط بقى هنا ايه، هاجي القوطه اهي انا نزلت عليها على الارض ايه، كسرتها. هي بصراحه اتكسرت بسرعه لانها هي اصلا فكه، اتكسرت معايا على طول. طبعا القالب ده كله احنا مش هنحطه اهو. ماشي، خدنا الخط اللي انا عايزه، والباقي ايه هيتحط في كيس وفي الديب فريزر على طول ويتحط. ماشي يا بنات، نيجي بقى هنا عند الفراخ بتاعتنا. طب انتي ما حطيتيش ملح، اقولك يا قلبي ما انا هحط التتبيله اللي هنا، هحطها هنا على البطاطس بملحها بكله، هتظبط معايا الملح بتاع البطاطس اهو. بصوا اهوت. طب انتي ما حطيتيش ولا زيت ولا سمنه، هقولك بصي الفراخ من هنا، الفراخ من هنا فيها دهون، الدهون دي هتنزل على البطاطس، هتبقى هي دي اللي هتبقى الدسم بتاعها. لو انت حطيتي لها زيت او سمنه يبقى لازم تشيلي الدهون دي اللي في الورك اللي بتبقى هنا دي، لازم تشيلي دي لو انت عايزه تحطي زيت او سمنه. لو انت مش عايزه تحطي، كفايه الدهون اللي بتبقى في الفراخ دي بتنزل عليها، بتديها تيست حلو قوي. ماشي اهو. طبعا انا مولعه عندي الفرن اهو. بصي التتبيله الحلوه دي هنزل بكده اهو، بيها كده اهو على الفراخ. البايركس بتاعك ده لازم يكون ناشف، ما يكونش مبلول وتحطيه الفرن هيفرقع. متفقين؟ متفقين يا بنات. هتقولي لي ايه دوت، اقولك ده فلفل اسود اللي كان ايه، اللي احنا مبهرين بيه. ماشي، انا دلوقتي هعمل ايه، هحطها في الفرن تستوي، ولما تستوي ان شاء الله هوريها لكم منظرها ايه. طبعا احنا عملنا مع بعض الرز ده بشعريه، انا ممكن نعمله مع بعض دلوقتي تاني. هنعمل مع بعض الرز بشعريه دلوقتي، وهنظبط الدنيا كده، وعقبال ما نعمل الرز هيكون البطاطس استوت بالفراخ، وهوريكم في الاخر. نسيت اقول لكم حاجه يا بنات، لو انتوا هتحطوها على ارضيه الفرن يبقى لازم تحطها على صاج ماشي ناشف، صاج ناشف. يبقى عندك البايركس بتاعك من تحت ناشف ومن الجناب، وهنا والصينيه اللي انت هتعملي فيها برضه لازم تكون ناشفه. دي انا غسلتها ونشفتها حلوه قوي، ورحت حاطه في قلبها ايه البايركس بتاعي. اتفقنا يا بنات؟ فانا هحطه دلوقتي على ارضيه الفرن عشان يستوي. ماشي، وهو بيستوي كده هنعمل مع بعض الرز. دلوقتي يا بنات هنعمل مع بعض بقى الرز بشعريه. ماشي، معانا الحله اهي، نرفعي شويه ميه كده تصفيها. ماشي، احنا متعودين بنعمل ايه الرز بتاعنا بسمنه على زيت. ماشي يا حبايبي، ويا بنات بصوا الحله بتاعتي نشفت خالص من الميه، احط فيها حته سمنه كده 100 معلقه. ماشي، حطي كمان حته تزعلنا كده عليها كمان. مش اتفقنا؟ هنحط عليهم بقى ايه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يجعلنا من امين يا رب. نحط حبه زيت كده. ليه بقى؟ احنا قلنا الزيت بيفلفل والسمنه بتدي طعم. ماشي، الزيت بيخلي معاكي الرزايه مفلفله، اما السمنه بتدي طعم حلو للاكل. ماشي اهو. نحط عليهم ده ربع كيلو من الشعريه.
ماشي. انا بقى انت عايزه تحطي اقل من كده انت حطي. انا بحط ربع كيلو على نص كيلو. ماشي اهو. انت عايزه تحطي اقل من كده انت حره. ممكن تحطي مثلا ايه كوبايه، النص كيلو ده مثلا عليه كوبايه كبيره من الشعريه، حلو برضه مش وحش. لو انت عايزه تقسمي، لو انت عايزه يعني تستخدمي الربع كيلو ده مثلا في كذا حاجه كذا اكله، هو الربع كيلو يعتبر كوبايتين، يعني ممكن تعمليه على مرتين. ماشي. تعملي مثلا ايه كوبايه رز على نص كيلو، هيديكي برضه هيبقى حلو قوي وجميل. ماشي اهو. مش عايزه اقول لكم ريحه البطاطس، ريحه صينيه البطاطس اللي بالفراخ طالعه عليا وانا واقفه دلوقتي تحفه. لو وصلتي معايا لحد كده ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ببنات عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد من القناه. وشكرا ليكم بصراحه على التعليقات الحلوه الجميله المتقبله. شكرا ليكم يا بنات، انا بقراها بتسعدني بصراحه. شكرا ليكم، اسعدتوني ونورتوني. نفضل نقلب فيها كده لحد ما ما تديكي اللون الاصفر الكهرمان. انت ما تغمقيش الشعريه. اتفقنا يا بنات؟ لو غمقت الشعريه في الرز مبيبقاش شكلها بصراحه، مبيبقاش ظريف، شكلها مش حلو. انت اديها على الاصفر اللون الكهرمان ده وتروحي حاطه عليها الرز. انا الرز جنبي مغسلاه ومصفياه ماشي، وركناه جنبي. ليه؟ لان الشعريه ما بتاخدش اي وقت. ماشي. الشعريه ما بتاخدش ايه يا بنات؟ اي وقت. اهو. تقولي بقى انت بتتابعوني من انهي بلد؟ انت بتتابعيني يا حبيبه قلبي من انهي بلد؟ يشرفني ونورني وجودك في القناه. بصي اهو قربت تدي اللون اللي انا عايزاه اهو. المهم خدي اللون اللي انت عايزاه من الشعريه بس ما تغمقهاش. لو انت عايزه تخليها يعني مش اصفر كهرمان تديها سنه تحميره كمان ماشي، بس اوعي 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 ان انت تغمقيها عن كده. كده هي بقت حلوه قوي وجميله. بصوا اهي، شايفينها اهو يا بنات. هعمل انا ايه دلوقتي؟ هنزل عليها بالرز. انا مغسلاه مصفيه اهو يا بنات. نزلت عليها بالرز اللي انا ايه يا بنات غسلاه ومصفياه ومخلياه زي الفل. ماشي. هوطي النار كده عشان ايه الشعريه ما تتلسعش اهو. تقلبي الاول بعد كده هنعلي بقى النار عشان الشعريه ما تاخدش معاكي لون غامق اهو. جميله وحلوه ازاي، اللهم بارك. حاجه كده اللهم بارك تحفه. نعلي بقى النار كده عشان يشوح الرز تشويحه حلوه. طول ما انت ما بتشوحي الرز وبتنشفيه من الميه وبتغلفيه بالزيت والسمنه يطلع معاكي مفلفل وزي الفل اهو. نغلفه كده ايه بالزيت والسمنه اللي احنا حطيناه. ولو في مثلا سنه ميه في الرزايه تنشف عشان الرز ما يعجنش منه، لازم تشوحيه. لو ما شوحتوهوش الرز هيعجن ومش هيبقى حلو. ومش ضروري ميه سخنه، ميه من قلب الحنفيه وحطيها هيطلع معاكي زي الفل. انا ما بزودوش ميه سخنه. وكل واحد وليه طريقته في عمايل الاكل يا حبايبي. يعني انت مثلا اتفرجتي عليا لقيتيني بقى بزوده ميه من الحنفيه، اتفرجتي على حد تاني لقيتيه بيزودوا ميه سخنه. ميه سخنه بتسرع بس من عمليه التسويه بتاعته. ماشي يا حبايبي، بس فقط لا غير. انما هو مش شرط ان انت تزودي الميه سخنه. بصي انت اهو غلفتيه بالزيت. بصوا سامعين الصوت؟ بصوا سامعين؟ بيدي صوت في الحله ده كده تشوح وزي الفل. طب انت هتسويه دلوقتي يا مياسين؟ هقول لك لا، انا لما البطاطس بتاعتي تبقى فاضل لها حاجات بسيطه على السوا هي والفراخ هزوده معاكم. ويا بنات بصوا هنزود بقى مع بعض الرز كده اهوت. ميه من الحنفيه ده
انا مولعه على الرز، بس انا مهديه النار عليه قبل بس ان ايه مظبط الميه بتاعه الرز اهو. ادي المعلقه في الحله وانت بتزودي ماشي اهو، عشان ما تحطيش الميه وترجعي الميه يبقى ايدك خانتك وحطيتي ميه كتير. بصي تلاقي الرز برده معاكي عجن برده ماشي اهو. فاضل لها ايه تركايه بسيطه اهو كده. الرز بتاعي التسبيك بتاعه بقى زي الفل. سنه بسيطه بس صغننه اهو. تعرفي ده ازاي؟ من الخبره. خبره ان انت على طول بتعملي الاكل، انت بتعملي الاكل فانت بالممارسه عرفتي مقدار الرز بتاعك بياخد قد ايه ميه. لو مش عارفه انا عايزه كوبايه الرز المصري على كوبايه من الميه ماشي. هنحط الملح بقى بتاعنا اهو وندوق. عايزه ملح عودي نفسك، لو الملح قليل انت بتعالجيه، انما انت لو زودتي ملح كتير هيتعالج ازاي؟ ملوش معالجه عشان تكوني فاهمه، هتعرفي تعالجيه فخلاص كده ايه الحاجه بتاعتك باظت. كده الرز بتاعي مظبوط على الشعره في الحدوقيه بتاعته ماشي. حط عليه بقى كده ايه الغطا، لما يقرب يتشرب هنهدي عليه النار ماشي. اما الرز بتاعنا يقرب يتشرب يا بنات هنهدي عليه النار ونسيبه بقى يستوي على نار ايه، على نار هاديه. متفقين يا حبايبي؟ متفقين. اما بقى الرز يستوي صينيه البطاطس كده تطلع كده من الفرن كده ان شاء الله هوريلكم بقى الاكل بتاعي كله مع بعضه. بصراحه انا عايزه اقول لكم على حاجه، صينيه البطاطس الفراخ احمرت من غير ما احطها تحت الشوايه، بصراحه ابهرتني يعني حاجه حلوه يعني، انا اتبسطت جامد قوي. فان شاء الله لما الرز من الاكل بتاعنا يخلص هنقدمه مع بعض وهوريلكم، استنوني ان شاء الله. ودي كانت وصفتي معاكم يا النهارده يا بنات. عملنا الرز بالشعريه وعملنا بطاطس، صينيه البطاطس بالفراخ. وشفتوا الفراخ دي ما اتحطتش تحت الشوايه، اقسم بالله ما اتحطت تحت الشوايه، ديت اتحمرت كده منها نفسها من غير اي شوايه. ودي كانت حلقتي معاكم النهارده، ولو عجبتك الحلقه ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واستنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه. باي باي.